السلام عليكم السادة الحضور. الموضوع باختصار ينقسم إلى شقين. الشق الأول مرتبط ببنوتة اسمها حبيبة، عندها تقريبا 20 سنة، عملت لغاية دلوقتي 7 عمليات في عينيها، والدكاترة للأسف قرروا إنها مش هتشوف تاني. ومن يدري، أتمنى يعني رب الكون بحق كلمة كن فيكون يرد الحبيبة بصرها. اللهم امين يا رب العالمين. حبيبة ما طلبتش مني حاجة، لأن حبيبة فيها اللي مكفيها بالرغم من ال7 عمليات، ولكن عينيها لغاية دلوقتي فيها شبه نزيف مسبب لها صداع كبير جدا، فبالتالي الله يكون في عونها. ولكن والدي حبيبة طلبوا مني إن أنا يعني ألتمس من حضراتكم كارنيه إعاقة. أنا نشرت كده مرتين قبل كده ولكن دون مجيب، وبالتالي أرجوكم اللي يقدر يساعدني إن أنا أساعد الناس طيبة ديت بكارنيه إعاقة لحبيبة، جزيل الشكر على دماغي. الحاجة التانية ترتبط بطفل مسكين اسمه محمد. الطفل دوت أنا سمعت صرخة والده المسكين على الفيسبوك، ولما اتصلت بيه النهاردة قلت له ايه مشكلتك مع محمد ابنك؟ قال لي محمد ابني في الصف الأول الابتدائي بيحفظ القرآن، ولكن المشكلة ان الولد ده مريض بالسكر ومحتاج أنسولين. ولما سألته محمد ابنك بياخد كام حقنة أنسولين في الأسبوع، رد عليه وقال لي لا، وبياخد 3 جرعات في اليوم، يعني 3 حقن أنسولين في اليوم بالنسبة لطفل صغير في أولى ابتدائي. لا حول له ولا قوة. فكرني بنفسي زمان وأنا طفل، أيام ما كان عم عبد الفتاح بيجيلي يديني حقن في البيت، والقرآن الكريم ده واقع كان بيحصل. كنت بهرب تحت السرير، وأوقات كنت بستخبى تحت السفرة لأني خايف إن أنا أخد الحقنة، وكانوا لما يمسكوني وأخد الحقنة بالعافية أقعد أبكي أبكي أبكي. برضو أكيد محمد نفس التصرف، نفسه ما ياخدش الحقن دي البتة، لأن دي مش قطعة جاتوه ولا بونبوناية محمد بياخدها.